الجزء ده هنتكلم عن مبادئ مهمة او افكار مهمة محتاجين ان احنا نفكر بيها. المبادئ دي هتساعدني في حياتي، وهتساعدني انا ككوتش اصلا، يعني هتساعدني مبدئيا في حياتي الاول، وهتساعدني ككوتش. وهي الفرضيات الاساسيه في البرمجه اللغويه العصبيه في ال NLP. الجزء ده مهم، واحنا يمكن ده جزء بنشرحه وبنقول عليه ان هو من اساسيات الحياه. لازم في شويه افكار كده تحطها جوه دماغك عشان تمشي بيها احسن. والافكار دي يمكن انا قصدت ان انا اشرح لكم الحته دي تحديدا، لان ده هيساعدني في ان انا يبقى عندي صمود نفسي، ابقى عايش بالافكار دي. ده هيساعد ان انا يبقى عندي صمود نفسي. طيب حلو. الفرضيات الاساسيه في البرمجه اللغويه العصبيه، فاكرين لما كنا اول يوم كلمكم على علم البرمجه اللغويه العصبيه او ال NLP؟ ال NLP هي اختصار لكلمه نيورو لانجويستيك بروجرامينج، برمجه لغويه عصبيه. وقلنا ان هو العلم اللي بيساعدنا ان احنا نعيش بشكل احسن، وده من الاساسيات اللي احنا بندرسها قبل ما بنبدا في الدبلومه بتاعتنا. الناس اللي كانت بتسال على الدبلومه بتاعه الكوتشنج اللي احنا ده الجزء التمهيدي قبل اللي احنا بناخده قبل الدبلومه كده. طيب نقول ايه هي الفرضيات؟ هي افكار اعتمد عليها علم البرمجه اللغويه العصبيه. هي افكار الناس الناجحه لما درسوها لقوا ان هم بيفكروا بالطريقه دي. فاذا لو انت عايز تبقى شخص ناجح في حياتك، عايز حياتك تبقى احسن، عايز حياتك تطلع لحته احسن من اللي انت موجود فيها، فمحتاج تاخد الافكار دي وتبدا تعمل لها اكسس على نفسك، تبدا تطبقها على نفسك، تبدا تعيش بيها. وحته التطبيق دي حته مهمه يمكن هتكلم عليها شويه في الاخر. التطبيق مهم جدا 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 جدا. طيب هنقول رقم 1 في الفرضيات دي: احترم وتقبل الآخرين كما هم. احترم وتقبل الآخرين زي ما هم. دي رقم 1. احنا دايما في حياتنا طول ما احنا ماشيين عايشين في تواصل مع الآخرين. يعني في الشغل معانا آخرين، في البيت معانا آخرين، في المدرسة معانا آخرين، في الحياة معانا آخرين. فاحنا دايما معانا آخرين، محدش عايش في كوكب لوحده. نادر لما هتلاقي واحد عايش في كوكب لوحده، عايش لوحده يعني. فدايما في حد في حياتك. احنا دايما واحنا بنحتك من بالبشر او بالناس الاخرين بيبقى حاجه من الاتنين: اما الشخص ده شبهي، او الشخص ده مختلف عني. طيب الشخص ده لو شبهي هتلاقيني ببدأ اتكلم معاه اكتر ومرتاح معاه اكتر. لو مختلف عني هتلاقي ان انا مش مرتاح قوي. واحنا اتفقنا في اول اللايف اللي فات ان احنا اصلا ربنا خلقنا مختلفين. ممكن فينا بعض الصفات تبقى شبه بعض، ولكن مفيش حد كوبي من بعض. طيب انا دلوقتي لو انا معايا مديري، لو معايا جوزي في البيت، لو معايا اختي، لو معايا اخويا، لو معايا والدي، لو احنا مختلفين عن بعض وبنتعامل مع بعض بيحصل حاجة برضو من اتنين تاني. اول حاجة ان انا في العلاقة دي لا اما انا مبقاش مرتاح وبالتالي ببعد، او الحاجة التانية اللي كتير من الناس بتعملها ان انا بحاول اغير الطرف الاخر. انا هتجوزه وبعد ما اتجوزه هغيره. دي كلمة كتير انا بسمعها من بنات كتير: انا لما هجوز فلان اصل هو بس بيدخن وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، بس انا لما اتجوزه هغيره. طبعا انا هقف بس شويه عند الجمله دي. ده رساله لاي بنت لسه ما اتجوزتش: ما تاخديش واحد وتقولي لما اتجوز هغيره. محدش بيغير حد. وخلي بالك ان اللي طلع، لو اللي انت شفتيه قبل ما تتجوزي دي في فتره الخطوبه، في الاغلب هو بيحاول يطلع لك احسن حاجه عنده، فانت لسه ما شفتيش حاجات اسوأ. فما تاخديش الحاجات اللي عنده دلوقتي تقولي لا انا هغيرها. مفيش حد بيتغير، محدش بيغير حد. احنا بنتغير لما احنا نعوز ان احنا نتغير. تمام؟
طيب، فاذا احترم واتقبل الاخرين كما هم. انا بتواصلي مع الاخرين وانا بتواصل ببدا ان انا اعمل ايه؟ لا اما وانا بتواصل مع الشخص ده، لا اما ببقى عايزاه يبقى شبهي فدايما بسعى ان انا اغيره، او ان انا ببعد عنه. طيب، فكرة بقى ان انا احاول اغير الشخص اللي قدامي، ده اللي بيحصل بيخلي فيه صراع يحصل. يعني انا مثلا ما بحبش الافلام اللي فيها مثلا شجن او حزن، ولو قلنا مثلا جوزي بيحب الافلام اللي فيها شجن وحزن، فدايما هبقى انا عايز اتفرج على حاجه وعايز اتفرج على حاجه. في حاجه من الاتنين، لا اما هبقى قاعده معاه واقعد اقول له غير غير غير، او ان انا هسيبه وابعد واطلع وامشي واقعد في حته تانية خالص. فده دايما اللي بيحصل، يعني يمكن ده مثال بسيط بس هو دايما اللي بيحصل على العلاقات، ان احنا دايما بنحاول نغير الطرف الاخر، ودي من الحاجات الخطأ. لازم نعرف ان ربنا خلق كل واحد فينا بشكل فريد، ربنا خلق كل واحد فينا ليه شخصيته المختلفة. اللي انا المفروض اعمله ان انا بتقبل اخرين زي ما هم، ومش معنى انا بتقبل الاخرين زي ما هم ان هم لو بيأذوني افضل اسيبهم يأذوني، لا، انا هنا بتكلم على الشخص نفسه. انا بتقبل الشخص لان الشخص ده هو بني ادم ربنا خلقه وكرمه، بني ادم زيه، فلازم ان انا بتقبله واحترمه زي ما هو. ولكن عشان ما نوصلش لمشاكل وخلافات، ان احنا دايما ندور على الحل الوسط، دايما ندور على الحلول الوسط. يعني انا النهارده هسمع، وده اللي كان فيرجينيا ساتير بتعمله. دي فيرجينيا ساتير من اشهر الاخصائيين النفسيين اللي في الوقت اللي كان عايشه فيه نسبه الطلاق قلت جدا 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 مجرد ما كانت بتقعد تتكلم مع الزوجين. ليه؟ ان هي كان دايما توصلهم ان هما الاختيار الوسط. يعني ايه؟ يعني انا النهارده هتفرج معاك على الماتش وانت بكره تتفرج معايا على المسلسل. الاختيار الوسط، حته وين وين سيتويشن، احنا الاتنين هنكسب. فاحنا دايما لازم نبقى عارفين ان احنا دايما مختلفين، ولازم احترم واتقبل الاخر زي ما هو، ما اسعاش للتغيير. طول ما انا بسعى للتغيير، طول ما هينشأ صراع، طول ما حياتي هتبقى مش كويسه. وهرجع اقول تاني، محدش بيغير حد. و يعني انا واحده مره قالت لي انا داخله كورس انا عايزه اغير جوزي عنده مشاكل، قلت لا يبقى ده مش كورس مناسب ليكي. يبقى احنا بندخل عشان نشتغل على نفسنا، عشان نغير نفسنا. ممكن ما كان نساعد اللي محتاج يساعد. يعني انا لو عندي اخ او اخت ومحتاج ان هو يساعده، بس هو مش طالب مني مساعده ومش عايزني اساعده، وانا مش هينفع اساعده. انا ما ينفعش اغير حد، احنا بنساعد الناس اللي طالبه فعلا المساعده. فده رقم واحد. فدايما احترم وتقبل الاخرين زي ما هم.